الفرق ما بين الكوميديا دلوقتي والكوميديا من 50 و60 و100 سنة، شايف انهي اصعب دلوقتي ولا وقتها؟ لا، هو طبعا كل عصر بيصعب الضحك، امم. وخصوصا العصر اللي احنا فيه. يعني العصر اللي احنا فيه دلوقتي، انت في عصر السوشيال ميديا، انت كل دقيقة في نكتة. اه. انت كل دقيقة في نكتة. اه. انت لو دخلت كوميكس والحاجات دي. الكوميكس والحاجات دي كلها، الناس خلاص بقى على طول. اه. لو في اي موقف حصل بيقولوا لك الضحك بتاعه على طول دلوقتي حالا. امم. انت عقبال ما تحضر فيلم او تحضر مسرحيه او تحضر اي حاجه عشان الافيه ده عجبك، امم. بيكون خلاص الناس عرفته، امم. خلص. امم. فايه الجديد؟ فلازم اقدم لهم الجديد. اه طبعا. فلما اجي اعمل فيلم ولا مش هعمل على افيه بيتقال على السوشيال ميديا، اه. اه. فلازم تطلع بره الافكار دي كلها امم. وتضحكهم من حته تاني خالص. الارتجال فبقت بتاع الابداع طبعا بتاعك. فبقت امم. ده اصعب بكتير. انت بتدور على حاجه لازم تبقى جديده للناس. امم. مش هجيب لهم في الناس طول اليوم ماسكاه ضحك على امم. النت، فانا هطلع اعمله مسرحيه. طب انا يعني ايه؟ ما احنا صح. عارفينه وضحكنا عليه وخلاص. مم. فبقى اصعب المجال بقى بكتير. مفتوح اكتر، طبعا فعامل ضغط اكتر على الشغل الابداعي او الفنان الكوميدي كمان يعني. طبعا طبعا طبعا. لو قلت لك لو في فيلم زمان ابيض واسود مثلا او مسرحيه مم. او ايا كان من مشاريع الاجيال العظيمه اللي عدت، كنت ممكن تتخيل نفسك مع مين، او بتمثل دور مين، او في فرقه مين، او مش بحكم شخصيتك والكاركتر بتاعك؟ والله بص، اصل انا بحب تجربه الزعيم طبعا، ومدرسه المشاغبين، مم. ويعني فاهم الجيل ده. اه. الجيل ده بالنسبة ما لي ما يتعوضش. اه يتعوضش. طبعا. يعني ما يتعوضش. وخصوصا كمان انا بالنسبة لي رحلة الزعيم بالنسبة لي ملهمة اه جدا جدا طبعا. جدا. مش لوحدي، لكل الناس. مم. بس ازاي تبقى كوميديان شاطر جدا جدا جدا، وازاي تمثل حلو جدا جدا جدا، وازاي لما تعيط تعيط الناس كلها، صح. ازاي لما تضحك تضحك الناس كلها. الحاجات دي كلها مدرسة كبيرة جدا جدا جدا. نفسي ابقى ربعها. فاهم قصدي ايه؟ اه طبعا يعني الزعيم طبعا. بالنسبة لي ما بيعمل افلام فيها مسج، فيها معلومة، امم. بهزار، بالضحك، بالحاجات دي كلها، بالوجع اللي في المجتمع امم. ذات نفسه. المجتمع تعبان في ايه؟ بتنقل الرساله ضحكوا بتاعتك من خلال الشارع من برضو. خلال الحاجات دي كلها. ده اللي انا كأسقس يعني نفسي اعمل ربعه. امم. ان انت ازاي توصل حقيقة موجودة من خلال بطريقة الفن. لطيفة. امم. يعني عايز اقول لك ان انا من اكتر المسلسلات اللي بحبها اتنين في الصندوق. اه طبعا. اتنين في الصندوق احنا عملنا التعب ازمه رجال القمامه وعمال الزباله. النظافة دول. ازاي الطبقة ديت اللي كل الناس معاناه. مش شايفة صح. اهميتها، ازاي الناس دي بتتعب قد ايه، وازاي الناس دي حياتها عاملة ازاي، والحاجات دي كلها. امم. فكان مهم جدا لما اتيحت لنا البطولة، وان احنا نقدر نقول رأينا ونقول افكارنا. فازاي استغلنا دوت في ان احنا نجيب حاجة لمسة الشعب امم. وحقيقية جدا، ونهزر منها. صح. ما فيش مشكلة، امم. بس تبقى حاجة حقيقية. امم. ده اللي انا بقول لك انا اتعلمته من الزعيم. اه طبعا، ربنا يديله ازاي الصحه. يا رب يا رب ويخلوا لنا ويخلي الوطن العربي كله. يا رب. فازاي تشوف قضية لمسة الواقع ولمسة الشعب وتقدمها بشكل لطيف. ده اللي طول الوقت انا بجري وراه. امم. فيا رب. يعني لو قلت لك مثلا قبل ما ننقل من الحته دي، لو مدرسه المشاغبين بحكم ان انت ذكرتها، اه لو كنت انت موجود وقتها من ضمن الممثلين دول، كنت اه ممكن تقوم بانهي دور منهم بحكم شخصيتك؟ ما صعب جدا، مستحيل. يعني لا، يعني انا ممكن اساعد في الاخراج وابقى مبسوط قوي. يعني فاهم؟ ما يعني الناس دي عظماء، ما اقدرش اتخيل حتى نفس مكان حد فيهم. امم. يعني فاهم قصدي ايه؟ بس يعني كنت اتمنى ان ابقى في دور معاهم تاني انا. يعني فاهم اكيد قصدي ايه؟ اه طبعا. مش مكان حد. امم. فالروح اللي كانت موجوده، التجربه، الكيمياء اللي كانت ما بينهم. مسرح سمير عظيم اه غانم. طبعا. انا بعشق ضحك سمير غانم، الله الله يرحمه يرحمه. يا رب. مم. يعني قصدي ان في اجيال احنا اتربينا عليها ما تتعوضش. جابت من الاخر. صح. فاهم قصدي اه ايه؟ اه اه. يعني جابت من الاخر. اه. كان الناس تشوفهم بس تضحك امم. من غير ما يتكلموا. صح. خلي بالك الزعيم بيضحك برياكشن. يعني لو عمل رياكشن بس هتموت من الضحك. اه. مش لازم يتكلم. مم. سمير غانم الله يرحمه قنبله اه قنبله. طبعا. يعني رشاش. مم. فاهم قصدي ايه؟ وهو الحمد لله لما قابلناه كان بيحبنا جدا. وتجربه مسرح وكان مصر. راح مسرح مصر قبل كده، جه حضر ايوه، معاكم وهو كان عاشق لهذا التجربه. المجموعه التركيبه دي المجموعه دي كلها. كانت اه بالنسبه اه. له. والزعيم طبعا قعدنا معاه قال لنا مش يعني الحمد لله الحمد ان لله. القامات دي، اه الحمد طبعا. لله
بتشيد يعني بيكم دايما. ده كانت حاجه مفرحانه جدا جدا جدا، وتحس ان انت الحمد لله في تراك كويس بتتعلم منه. ما خلي طبعا بالك احنا طول الوقت هتعمل حاجات فيها ديفوهات فيها غلطات وبتتعلم. هتتعلم منها. صح. فانا كان اكتر حاجه بالنسبه لي كنت مستريح لها ان انا في التراك الصح. عندنا غلطات، عندنا غلطات عادي هنتعلم. مم. لسه الدنيا تمام ونشتغل ولسه مم. هنقف على رجلنا وهيجي لنا مش عارف ايه يعني. كل الحاجات دي كلها مم. كانت مهمه جدا بالنسبه لي الصراحه.